السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير كتير. النهاردة بقى هنعمل أكلة كلنا بنحبها والشعب المصري تقريبا كله بيحبه. لو عايزين بقى تشوفوا احنا هنعمل ايه النهاردة، خليكم معايا الاخر فيديو عشان هنشوف هنعمل ايه. بس طبعا قبل اي حاجة متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله يا حبايب قلبي. وتعالوا بقى نشوف المقادير عشان نخش على التحضير. يلا بينا. معانا بقى هنا كده اول حاجه يا حبايب قلبي العدس بتاعنا، العدس بجبه. احنا النهارده يا حبايب قلبي هنعمل الكشري نفس بتاع المحلات بالظبط. كشري المصري، الكشري المصري. تمام. فتعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا عشان نخش على التحضير. معانا هنا اول حاجه العدس بالجبه بتاعته سوري يا جماعة، العدس بجبة اللي هو بتاع الكشري ده الأسمر. تمام. ومعانا هنا بقى المكرونة بتاعة الكشري، احنا بنستخدم المكرونة اللي هي سباكيتي دي. تمام. والمكرونة برضو دي، دول اكتر نوعين احنا بنحبهم في الكشري. معانا برضو هنا التوم بتاعنا، طبعا احنا عارفين ان الكشري بيحب التوم. تمام. ومعانا هنا برضو الطماطم بتاعتنا، هنستخدم كده شفشق كامل. تمام. في الطماطم احنا ضربناها زي ما انتم شايفين. ومعانا برضو الرز يا جماعه، احنا هنجيبه اهو بس عشان بس ماما بتظبط في الحاجه، وهوريكم برضو الرز اول لما نجيبه. ماشي. وهي دي المقادير بتاعتنا، فيلا بقى بينا عشان نخش على التحضير. يلا. دلوقتي بقى كده يا حبايب قلبي جبنا شويه زيت في الحله ونزلنا عليهم ببصلايه كده متخرطه كده صغيره، والخطوه دي مهمه جدا، فخليكم بقى معايا الاخر كده عشان تشوفوا الخطوه اللي بعد كده. وسلقنا بقى كده يا حبايب قلبي المكرونه، بس معلش بقى انا اسفه ما صورتهاش يعني هي بتتسلق. بس احنا بدل ما عملنا اللي هي المكرونه اللي هي نص دايره دي، عملنا اللي هي الصغيره. ماشي. جبنا نص مكرونه يا حبايب قلبي اللي هي التحمير، ونص سباكيتي، وحطينا ميه على النار في الحله واستنينا لغايه لما تغلي، ونزلنا طبعا بالمكرونه. طبعا احنا عارفين كلنا سلق المكرونه يعني. دلوقتي بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما البصلايه كده خدت لون، هننزل بالعدس بتاعنا بعد ما غسلناه غسله كويسه يعني. اهو كده بقى زي ما انتم شايفين، وهنديهم بقى تقليبه كده مع بعض. نفلفل بقى كده يا حبايب قلبي العدس ابو جبه مع البصلايه بشويه فلفل اسود كده، وهنسيبه بقى لغايه لما يتفلفل كده كله، ونرجع لكم بقى كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما فلفلنا العدس مع البصليه كده كويس جدا، هننزل بيه شويه ميه كده زي مج كبير، ميه مغليه. ماشي. جبنا بقى كده يا حبايب قلبي اي طاسه صغيره كده عندكم، حطينا فيها شويه زيت حلوين كده، ونزلنا بيهم بحته تومه مفرومه عليها شويه كمون وفلفل اسود وشويه ملح، تبقى ايه تقليه حلوه يعني. ماشي. نزلنا بقى ايه بالحته التومه دي بعد ايه ما الزيت مسخن كده زي ما انتوا بقى مش شايفين دلوقتي. خليكم بقى معايا الاخر كده عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هتحمر بس كده يا جماعه، بعد ما احمرت يعني هننزل يعني فيها بقى بشويه خل كده زي ما انتوا ما شايفين. هنستنى بقى كده يا حبايب قلبي اول لما تشكشك كده وتاخد غلوه كده حلوه، هننزل بقى بيها، هننزل عليها بشفشق عصير الطماطم اللي ضربناه ده اهو دلوقتي كده زي ما انتم ما شايفين. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. وخليكم بقى معايا لاخر فيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما العدس بتاعنا مع البصليه كده خدله غلوه كده كويسه، هننزل بقى بايه كوبايتين رز كده مغسولين كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو. وجبنا هنا برضو كوبايه شعريه كده حمرناها في شويه زيت كده يا حبايب قلبي زي ما انتم ما شايفين، وهننزل برضو بيهم على الرز والعدس كده يا حبايب قلبي زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي اهو كده. خليكم بقى معايا الاخر كده عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. ويستنوا بقى عشان نشوف هنعمل ايه في الاخر. هننزل عليهم بشويه ملح كده، معلقه صغيره كده، معلقه ونص كده صغيرين وكده زي ما انتم شايفين.
هنسيب بقى العدس مع الرز مع الشعريه كده يتفلفل براحتهم، بعد كده بقى نرجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. هننزل بقى كده يا حبايب قلبي على الصلصه بتاعتنا بحته توم كده عشان تفحفحها وبتديها طعم وريحه حلوه زي ما انتم شايفين. احنا عارفين يا جماعه اللي احنا حطينا مع الزيت والبصله كده لما جينا نحمر البصلايه يعني حطينا برضو حته توم. سوري يا جماعه، لما جينا نحمر التومه حطينا برضو هي التومه برضو، بس دي اضافيه مع بتاعه الكشري يعني بتدي طعم وريحه حلوه. دلوقتي بقى كده يا حبايب قلبي بصوا ما شاء الله تبارك الله، بعد ما تفلفل كده وبقى جميل ازاي الرز مع العدس بجبة مع الشعرية، ما شاء الله ريحته جبارة. نفسي تبقوا معايا عشان تشوفوا بيها. معانا برضو الناحية التانية اهو كده زي ما انتم شايفين الصلصة بتاعتنا اهي بعد ما خلصت. حتة التومة يا جماعة يا حبايب قلبي النية دي بتدي طعم جميل جدا وريحة احلى واجمل يعني، وبجد هو ده الكشري الاصلي بتاع مصر. بجد انا نفسي تبقوا معايا شامين الريحة اللي انا شماها دلوقتي، ريحة جبارة. وادي المكرونه برضو بعد ما سلقناها اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. وكده الكشري بتاعنا كله خلص، العدس الجبه والشعريه كله اتعمل والصلصه اتعملت والمكرونه اهي سلقناها زي ما انتم شايفين كده وعملناها. هنغرف بقى ونوريكم الطبق الكشري الاصلي بتاع مصر عندنا، وخليكم بقى معايا لاخر فيديو عشان هنشوف ايه الطبق الكشري بعد ما نغرف. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. واستنوا بقى خليكم معايا لاخر فيديو عشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي بعد ما غرفنا الكشري بتاعنا الجميل، طبعا احنا عاملينه المره دي اقتصادي كده وسهل وبسيط. ما حبيناش نعمل له بصله كده اللي هي بتتحط من على الوش، لان احنا حاطين له بصله في مع العدس يعني بالرز بالشعريه حطينا ايه بصل، فقلنا يعني ما نكترش في البصل كتير لان البصل الكشري بيبقى اصلا طعمه كله بصل. تمام، فبس هو ده الكشري بتاعنا الاقتصادي المصري بتاعنا الجميل. مفيش احسن يعني من الكشري المصري. وهو ده الفيديو بتاع النهارده، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد انا بعمله. وهو ده غدانا النهارده واكلتنا المفضله. طبعا دي يا جماعة بقى أكلتنا الشعبية الاقتصادية بجد يعني حاجة كده سهلة وكلنا بنحبها وسريعة في نفس الوقت يعني. واحنا حاطين هتقولوا عشان عارفة كومنتاتكم ليه حاطة طبق صلصة في النص، طالما انت حاطة صلصة على الوش على وش يعني الطبق الكشري. هقول لكم لان احنا يعني بنحب الصلصة جدا في الكشري، فاللي حابب يزود اللي حابب يحط شطة، لان احنا مش مشطشطينه برضو قوي يعني، احنا حاطين ربع معلقة كده لان كلنا يعني اكثرية البيت هنا ما بيحبش الشطة. المهم عشان ما نلغيش كتير اللي حابب يعني يزود عشان احنا حاطين الطبق الصلصة ده عشان اللي حابب يزود ايه على طبقه يعني. وبس كده هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله حبايب قلبي. والكومنت بتاعكم الحلو اللي بيشجعني ان انا ارجع زي الاول كل يوم احسن فيديو احسن من اللي قبليه. وبس كده يلا باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.